عليكم، أنا دينا ودي حلقة جديدة من سلسلة علاقات خطرة. ممكن تكون أعقد حاجة في الدنيا هي العلاقات بين البشر، مش بس أعقد، لأ هي كمان أخطر وطبعا أصعب. العلاقات الخطرة اللي هنتكلم عليها ممكن تكون مع صاحب أو زميل في العمل أو أخ أو أب أو أم أو شريك أو أي حد في حياتك. العلاقات بين البشر زي ما هي واحدة من الأسباب المهمة للسعادة والإقبال على الحياة، ساعات بتكون أهم مصادر التعاسة والألم. ممكن علاقة تطلعك سابع سما وعلاقة تنزلك سابع أرض، منها اللي بيبوظ ويأذي ومنها اللي يصلح ويغير ويعالج. في السلسلة دي هنتكلم عن أنواع وأشكال كتير من العلاقات اللي مهم تاخد بالك منها في حياتك وتحمي نفسك منها بكل شجاعة ومسؤولية مهما كان التمن. هنتكلم عن العلاقة مع حد انطوائي أو نرجسي أو موسوس أو شكاك، لحد ما نوصل في الآخر للعلاقة الحقيقية الصحية اللي تغير وتصلح وتعالج. وعشان نكون واضحين، أي علاقة ممكن تتصلح طول ما صاحبها هيلجأ للعلاج النفسي. في العلاقة الجزئية حد بيعمل علاقة مع حتة منك، مش معاك كلك على بعضك. يعني ايه؟ يعني حد شايف فيك الحاجات الحلوة بس، شايفك ملاك نازل من السما، مش بتغلط، تعرف كل حاجة وتفهم كل حاجة وتحس بكل حاجة، يقولك انت رهيب، انت فظيع، انت ملكيش حل. او حد تاني شايف منك الحاجات الوحشة بس، انت وحش، مش كويس، اناني، طماع، مش بتفهم ولا بتحس، مهمل وكأنك شيطان مليان اخطاء. الاخطر من كده انك انت شخصيا تبقى شايف نفسك بشكل جزئي، يعني تشوف في نفسك الحاجات الحلوة وبس وتحس انك احسن واحد في الدنيا، او تشوف في نفسك الحاجات الوحشة وتحس انك اسوأ واحد في الدنيا. احنا ساعات حتى بنعمل كده في علاقتنا بالدين، يعني ما نشوفش من الدين الا القشور والمظاهر ونسيب الحقيقة والعمق والجوهر والاصل. ساعات كمان بنعمل علاقة مع حد من خلال موقف واحد بس ونخلي الموقف ده هو كل حاجة، يعني احكم على حد من موقف واحد انه فاشل او انه ما يعرفش ربنا، وننسى ان في مواقف كتير تانية، واننا في رحلة طويلة عريضة ما ينفعش نختزلها في مشهد واحد او في تصرف منفرد. العلاقة اللي بالشكل ده بتبقى علاقة ناقصة، مش حقيقية ولا مفيدة. محتاجين نتعلم ان في نوعين من العلاقات: علاقات جزئية اللي وصفناها دلوقت، وعلاقات كلية، يعني اشوف الشخص اللي قدامي كله على بعضه بكل حاجة فيه زي ما هو من غير ما اختزله او اشوهه سواء بالايجاب او بالسلب، عشان احنا كلنا فينا مميزات وعيوب. شوف بقى انت بتحكم على قد ايه من اللي حواليك، مع قد ايه من صاحبك، مع اي جزء من نفسك، مع كم في المية من شريكك. بص للصورة الكاملة بالطول وبالعرض، مش لحتة صغيرة منها وتسيب الباقي. وبس كده، اشوفكم في الحلقة اللي جاية. باي باي.